روج باش دیسا ئەموو هون و چیرۆکە پندەکە کوردی دەوێ پندنی هەبن گوتنێوان نەلگۆر کێفاوە بێ یا هون ببینن گرانە نەدڕێدەیە لێ ئەف کولتورا مەیە و هەر پندەك بۆ واتاک وێ هەیە دەبێژن چێ دەبێ نیهاندنا هەرچێت حەوقێ دخۆش کا چیرۆکا vê pendê çi ye hirçê bi herebî dib yani dibê hirçê hebû û rovîk hebû li daristanê hirçê gelek sitemkarî û zehmetî li rovî dikir wilo roj derbas dibûn rewşa rovî ji ber hirçê tin nebû rojekê ji roja hirçê gava navê daristanê de dibeze dileze çi dike dibîne ki hirçê ketiye hewqê nav jêrdibên pirik hewq ban dike hirçê got alîkariyê dixwaz ji bo derkeve rovî çike rovî got îja derba min e ez ê heyfa xwe jê hilînim rovî rabû hirçê di wê rewşê de di nav hewqê de rovî lê siwar bû û got nîhandina hirçê di hewqê dixweş em karin bînin ser çê gavak dijminê me ro dijminê milleta dijminê netewa me re giket astek teng de gerek me ro dilovaniyê lê neke û di wê rewşê de gerek me re kar tiştna jê bistîne ev wata wê gelekî xweş bi zimanê erebî dibê çê يقول المثل الكردي نكاح الدب يطيب في المستنقع طبعا ربما هنالك البعض من الأمثال تحمل كلمات ربما لا تقبلونها أو لا يكون على مزاجكم ولكن هذه هي الثقافة والفلكلور وكلها لها معاني عميقة إذن قصة المثل الذي يقول نكاح الدب يطيب في المستنقع أو الجاموقة يقال بأن دبا في الغابة كان يعذب ويضطهد كثيرا الثعلب وهكذا كانت تمر الأيام والثعلب وضعه كان تعيسا بالنسبة لمعاملة الدب له في إحدى الأيام عندما كان يمشي أو يركض الثعلب في الغابة رأى بأن الدب قد وقع في مستنقع ويستنجد يريد النجدة أو المساعدة لتخليصه من هذه الحال طبعا الثعلب كان ذكيا لم يساعده بل قام بنكحه في تلك الحالة وقال نكاح الدب يطيب في المستنقع نستطيع أن نقيس هذا الأمر على العدو إن أصبح في موقف صعب يجب ألا ترحم بل تفعل ما هو مطلوب منك كي تحصل على حقوقك وهذه هي قصة المثل أف چیرۆکا پندەیە و سپاس جوەر